السلام عليكم. انا صلاح ابو المجد، وده اعلان غير مدفوع الاجر لاكوافينا اللي احنا خلصناها، ودي حلقه جديده. ما خلونا اكون صريح معاكم. ازيكم عاملين ايه؟ خلونا اكون صريح معاكم. انا جاي نتكلم بقى النهارده في توبيك شائك. حلوه شائك دي، تحس الموضوع مهم كده وحساس وقد يثير بعض الضغائن. خلينا اكون صريح معاك. انا اتفقت ان انا هبقى اجريسيف شويه الفتره دي. انا جاي اتكلم معاكم النهارده في حاجه كده اسمها انتايتلمنت كومبلكس او عقده الاستحقاق. ايه عقده الاستحقاق دي يا سيدي؟ يقول لك النهارده تلاقي واحد متخرج من الكليه وبقاله سنتين ثلاثه مش لاقي شغل، واحد ارتبط بواحده واشتغل شغلانتين علشان يكون الفلوس اللي هيتجوزها بيها، ومره واحده اهل البنت رفضوه. واحد سافر يشتغل في الخليج وباع له قدامه اللي وراه عشان يروح يشتغل، وراح ما لقاش شغل ورجع يا مولاي كما خلقتني. وطبعا الناس دي كلها لو بيجمعها قاسم مشترك، القاسم المشترك ده هو حاله رهيبه من الاحباط المعدي. لما تقعد معاه لا تملك غير انك تمصمص شفايفك وتقول له يعني قلبي معاك، مش عارف الله اعمل لك ايه. السؤال بقى، هل الناس ديت ليها حق ان هي تحبط؟ هو ايه اللي خلى الناس ديت محبطين؟ اللي خلى الناس ديت محبطين ان هم قبل ما ياخدوا الستبس اللي هم خدوها، سواء انه يروح يدور على شغل، سواء انه يسافر الخليج، سواء انه يروح يتقدم للبنت، ان كان في دماغه او في مخيلته اعتقاد خاطئ بانه يستحق. انا استحق ان انا الاقي شغل، انا استحق ان انا اتحب، انا استحق ان انا اروح الخليج وابقى ناجح وبتاع. خد تعال هنا، بأمارتي تستحق. مين اللي قالك ان انت تستحق؟ غير الست الوالده يعني هي مامتك قالت لك والله انت قمر و1000 بنت تتمناك، ويعني ده الشركه دي هي الطول تشغلك، باستثناء الست الوالده والمقربين. مين اللي قال ان انت تستحق؟ بيزد على ايه قلت ان يو ديزيرف؟ وتيجي تخش على الجروبس مثلا اللي على الفيسبوك او كده، تلاقي الناس بتتكلم يا جماعه انا عندي 23 سنه وبدور على شغل في حدود 3000 جنيه، والناس تبدا تقول له يا ابني مش هتلاقي شغل، هي البلد دي فيها شغل، هي البلد دي مش عارف ايه. انت مين اللي قالك ان انت تستحق؟ بكل بساطه، هل معنى ان انت معاك ليسانس او بكالوريوس يبقى انت تستحق تشتغل؟ اكذوبه. معنى انك معاك ليسانس او بكالوريوس ده بكل بساطه معناه انك احتمال ماتشور، احتمال تكون بتعرف تقرا وتكتب، بدليل الحاجات اللي احنا بنشوفها على الفيسبوك بالناس اللي معاها ليسانس وبكالوريوس والى اخره. الاقيك النهارده تقول لي اصل انا اشتغلت على نفسي وعملت سي في. وريني يا ابني السي في بتاعك. والله انا معايا بكالوريوس تجاره مثلا، ومعايا 3 ليفلات انجليزي، ومعايا دوره قفز بمظلات، وفرقه لحام تحت الماء، وفرقه صعقه، و3 مستويات تنميه بشريه، واخد السي في دوت وطبعه وبعته لكل الناس. مستني تشتغل ايه؟ مين اللي قالك ان انت بقى تستحق الشغلانه في هذه الحاله؟ انت افترضت ان دي الكواليفيكيشنز اللي الناس محتاجاها، اللي الشركات محتاجاها، وقمت رايح داخل مقدم في الشركات، ولما ما جالكش الرد او جالك الرد بالريجكشن اتفاجئت ازاي؟ ده انت تتفاجئ لو اتعينت. انت النهارده اللعبه لعبه سبلاي وديماند. انت في السبلاي والديماند او لعبه العرض والطلب بتقول لحضرتك ايه؟ الحاجه اللي معروض منها كتير ثمنها قليل. معاك ليسانس او بكالوريوس الدسته منهم بشله. طب معاك ليسانس او بكالوريوس وفلوينت انجلش اقل شويه، وسوفت سكيلز عاليه اقل شويه، وهارد سكيل او تكنيكال سكيل معينه اقل، اشتغلت في حاجه سبيشالايزد اللي سبيشالايزد اقل واقل. فكل ما يبقى في منك قليل كل ما الفاليو بتاعتك زادت. البنت اللي حضرتك بتحبها اللي ما عرفتش تتجوزها، ما انت النهارده لما تكون بتقبض 2000 3000 جنيه انت مستني ايه؟ مستني تتجوز تعمل ايه؟ وبتتجوز وتخلف. انتوا لو هتعيشوا على التمثيل الضوئي، يعني لو هتخرج كده كل انت واقفه في البلكونه تطلع اسمه ايه ده الكلوروفورم ده ولا الكلوروفيل ده وتعمل عمليه تمثيل غذائي ضوئي، مش هتكفيكوا ال 2000 3000 جنيه. طب يعني يا صلاح ما تتجوزش؟ لا مش ما تتجوزش، بس اشتغل على نفسك، اجل الموضوع شويه. الشخص اللي بيروح يسافر الخليج دوت وكانوا بيلعب الطصه، اروح الخليج اقدم في كل حاجه. طب يا ابني انت اشتغلت على نفسك؟ طب انت رايح الخليج ايه مهاراتك؟ انك انسان كويس، انك محترم يعني، فانت عشان راجل محترم وانسان كويس هتلاقي شغل هناك. ما بتمشيش كده. الفكره ان حضرتك لما بتروح وانت مش جاهز للحاجات ديت بترضى باي حاجه، ترضى باي وظيفه، تقول انا بس هشبط في اي حاجه لحد ما ابقى اشتغل على نفسي، ولا بتشتغل على نفسك وبتلاقي نفسك استك في المكان اللي انت فيه لفتره طويله. طب يا صلاح ما هي برضه مش سهله ان انا اوصل لحاجه كبيره. ايوه يا ابني، هو مين اللي حكى لك وقال لك ان هي سهله؟ ما هي لو كانت سهله كانت كل الناس وصلت. ركز كده معايا. صعوبه الوصول للشيء تتناسب عكسيا مع من يستحقون الوصول اليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما كانت الحاجه اصعب
كل ما كان اللي يستحق انه يوصل لها اقل، لان الحاجه السهله كلنا بنوصل لها، الحاجه الصعبه هي ديت اللي محتاج انك تشتغل على نفسك. وصلت؟ فاللي انا محتاجه من حضرتك ايه؟ تقلل سقف توقعاتك بانك تقلل موضوعك انك تبقى شايف ان انت تستحق او ما تستحقش. دي تعملها ازاي؟ تدور على حد ناجح في الحته اللي انت نفسك تبقى فيها، وتحط ورقته جنب ورقتك، هو عنده ايه وانت ما عندكش ايه، ولما تبقى تكمل اللي عنده تبقى تستحق. حتى الواسطه، حتى لو اقول لك اصل فلان معاه واسطه، طب ما تنزل تعمل واسطتك. اعمل واسطتي ازاي؟ انزل اعمل نتوركينج، سوشيال نتوركينج، اتعرف على ناس، روح كونفرنسز، روح ميتنجز، روح قابل ناس، ادي كروتك للناس، خد كروت من الناس، اتعرف على ناس، بشكل او باخر هتكون الواسطه بتاعتك. بس اطلع بره حته ان انا استحق ولم احصل، وغيري اللي لا يستحق حصل. ده خد الوظيفه دي عشان معاه واسطه، ده خد الوظيفه عشان كوزه، انما انا لا استحق ما وصلتش. فتلاقي احباط ورا احباط ورا احباط، عشان استحقاق فوق استحقاق فوق استحقاق، فتلاقي نفسك وصلت في الاخر انك واقف في مكانك. فكفايه استحقاق وكفايه توقعات. وانا شايف ان من اكتر الحاجات اللي محتاجه استحقاق ان هذا الفيديو يستحق تعمل له شير. يعني انت لو عملت له شير ربنا هيكرمك وكل مشاكلك هتتحل. ولو الكلام بتاعي اجريسيف او رخم، انا اصلا ببقى اجريسيف ورخم، لان انا زي ما قلت لك في الفيديوز اللي قبل كده، انا مش جاي اطبطب عليك واقول لك ركز معايا، امسك في حلمك وعافر، نتقدم، نتعلم. والم هي نفس حروف كلمه امل، نفس عميق وزفير والكلام اللي احنا بنشوفه ده. انا جاي اتكلم معاك في الرياليتي، مفيش حاجه انا بقولها لك انا ما مرتش بيها بنفسي وما عانيتش منها واتعورت منها، وبحاول اسبيريو ذا بين. يعني بدل ما تعدي بنفس اللي انا معدي بيه، لا يعني ابدا من حيث منطقه الاخرين. تمام؟ طبعا انت تهت مني، انت نفسك كنت بادئ الكلام بايه؟ بشيرنج الفيديو. يلا سلام عليكم.